بايك يو 5 بلس عربية تهم كل الناس، لأن العربية دي تحت مليون جنيه، فتهم شريحة كبيرة جدا. كمان جاية بتقدم بنفيتس كويسة، أنظمة أمان وسيفتي فيتشرز تعتبر مش موجودة في الفئة دي خالص، باكج أوبشن مقبولة، مضمون اعتمادي مفترض. العربية دي أدائها إيه؟ عيوبها اللي قابلتنا إيه؟ محطوطة في زاوية إيه؟ إيه المشكلة اللي بتحصل عليها في الأسواق دلوقتي؟ هقول لك كل حاجة وأعرفك كل حاجة في أول تجربة حصرية ليها. خليك متابع وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بايك يو 5 بلس في اخر زياره للامارات من حوالي 4 شهور، لما كنا بنساعد في مبادره المغتربين مع المصريين المغتربين، العربيه دي عرض عليا هناك من توكيل بايك الامارات ان انا اجربها، وكنت وصلتني السبيكس وشفت العربيه في الشوروم، بس الظروف منعتني ان انا اجربها علشان كان في انشغالات بقصه مبادره المغتربين. لكن كنت سعيد قوي ان وارد، لاني كنت عندي معلومه ان توكيل كيا ورينو في مصر توكيل كبير، هياخد هو وكالة بايك من التوكيل القديم بشكل جديد. فتوقعت ان العربية دي تيجي، وحتى بشرت بالكلام ده وقتها ان قد تكون واحدة من العربيات المهمة، مش علشان حاجة ومش عشان عربية حلوة او وحشة او الكلام ده، لا، علشان الفئة تحت مليون جنيه المستهلك المصري بقى تايه فيها حرفيا. وده اكتر مستهلك محتاج انك تساعده او انك توريله منتج قد يفيده وقد ينفعه، لان الفئة دي ما بقاش فيها حاجة يمكن البص عليها كويس قوي، سواء سيدان او كروس اوفر. فكنت مبسوط لاني شفت باكج امان وباكج سيفتي وباكج خامات كمان وشكل وتصميم جيدين واوبشن كويس على الفئه دي قد يحترم المستهلك شويه. فتمنيت انها تيجي، وحتى قبل ما تيجي كنت خدت ديبيت كده على السوشيال ميديا اني تمنيت لها سعر جابها التوكيل اغلى 50,000 جنيه، لكن قلنا يعتبر كويس وجيد على عربيه زي دي هتهم شريحه كبيره. خلينا بقى نتكلم. والعربيه بقى لها معانا 8 ايام وتجربه طويله، اول تجربه حصريه ليها في مصر، والتجربه دي تهمك جدا. العربيه دي بتيجي بموتور تنفس طبيعي، منظومه الاعتماديه المعروفه اللي هي ما تقلقكش، سواء العربيه صيني اوروبي ياباني كوري، تلك المنظومه منظومه اعتماديه، منظومه بلا اعطال، لا يوجد بها شاحن توربيني او شاحن تربو، مش عربيه تربو، ولا يوجد بها ناقل حركه مقلق. الصينيين بيعرفوا يعملوا نواقل حركه السي في تي كويس بلا مشاكل مع المنظومه الاعتماديه دي. فالعربيه دي البطاقه الفنيه ليها 1500 سي سي، 113 حصان مع 146 نيوتن متر عزم، موتور تنفس طبيعي بيخدمهم فتيس سي في تي. العربيه بتيجي بالبطاقه الفنيه الاعتماديه. اداء العربيه بقى عامل ازاي؟ اداء العربيه جيد جدا ومقبول على الفئه دي، والفتيس الصراحه استجابته ليست سيئه. فتيس رغم ان هو فتيس سي في تي ويميل للتوفير وبيحجمك وبيحبطك شويه ويروح دايما ناحيه التوفير، وهو فتيس مستمر النقلات، لكنه فتيس ما فيهوش هنا حته الغباء اللي ممكن تتوقعها في منظومه زي دي. منظومه بسيطه وعربيه اعتماديه وموتور يعني يعتبر على قده. ارقام اكسلريشن العربيه ليست بعيده خالص عن الرقم الرسمي، من 0 ل 100 معانا كان في 12 ثانيه، والشركه بتقول 11 ونص ثانيه. فهي ارقام قريبه جدا من كل العربيات التنفس الطبيعي، اللي يمكن اعلى كمان هورس باور شويه وتورك او عزم من العربيه دي. فتعتبر منظومه جيده، و12 ثانيه مقبول جدا على تلك المنظومه الاقتصاديه الاعتماديه، والاستجابه جيده، ريسبونس كويس يعني. فرامل العربيه كويسه كمان واستجابتها كويسه، والعربيه بتيجي بمنظومه امان جيده. خلونا ندخل على منظومه الامان في العربيه دي ونسبق على غير العاده، لان دي اكتر حاجه تميز العربيه دي. الفئه اللي معانا اللي ب 900,000 جنيه بتيجي باربعه اير باجز، بتيجي ببلايند سبوت، بتيجي بامرجنسي سيفتي بريك ولين كيب اسيست نشط، وبتيجي بكل انظمه الفرامل والثبات الالكتروني، اي بي اس، اي بي دي، هيل ستارت اسيست كمان، واي اس بي. فالعربيه كامله مكمله، كمان فيها انظمه مساعده السائق، والكلام ده انت ما بتشوفوش في الفئه دي خالص، ويمكن ما بتشوفوش يعني لحد مثلا 1,300,000 جنيه. تمام؟ فكويس ان عربيه بتيجي في الفئه اللي تحت مليون جنيه فيها الكلام ده، وتعتبر سيدان عائليه اعتماديه. فالمنظومه هنا الامان محترمه، ما نقدرش نعلق عليها، وهذا جيد جدا جدا. لما بقى نيجي نتكلم عن استهلاك بنزين العربيه دي كويس وفاجئني جدا. العربيه دي انا شفت منها ارقام حلوه قوي، والارقام بتتارجح ما بين ال6.5 لتر لكل 100 كيلو متر، واقصى الظروف والضغط كانت بتديني 10 لتر.
انا ما شفتش رقم من الارقام الخزعبليه اللي كانوا الصينيين مش ظابطينها زمان، وتلاقي 13 لتر لكل 100 كيلو متر، 14 لتر، 15، 16 مع الضغط. لا، ما شفتش رقم وحش، ما شفتش فوق ال10 وال10 وكسر، 10 و1 من 10، 10 و2 من 10. شفت كتير قوي 8 مع ضغط برضه، شفت كتير 6 مع استهلاك جيد وعلى الايكو مود، وشفت انظمه يعني جيده بتتجاوب معاك في توفير البنزين. فاستهلاك بنزين العربيه دي كويس. خلاص يا جماعه، احنا بقالنا كذا مره بنجرب عربيات صيني ومبسوطين من استهلاك البنزين اللي اتظبط. مشكلتهم الازليه يبدو ان في براندات كتير محترمه صينيه عالجتها. بايك هي المصنع الاول لمرسيدس في الصين، نبذه بسيطه كده عشان ما نبقاش غفلنا. وبايك هي رابع شركه في الصين من حيث الحجم ومن حيث النشاط يعني، والحجم الاستثماري. وبايك وبيكين بنز او بيجين بنز هو المصنع المشترك ما بين بايك ومرسيدس. كل عربيات مرسيدس اللي بتخرج من الصين هي عربيات بايك، عشان كده هم متاثرين شويه. لما تيجي بقى تتكلم عن باكج الاوبشن اللي بتتقدم هنا، هتلاقيها برضو مستمره في احترامك. هتلاقي الشاشه الكبيره اللي متصله اللي شبه الام بي يو اكس كده، وهم متاثرين لان هم اللي بيصنعوا المرسيدس، فناقلين عنهم حاجات لطيفه. هتحس انك راكب، لما تبص على الشاشه كده هتحس انك راكب سي ال اي او ايه او جي ال اي. تمام، زيهم بالظبط، نفس السيمتري حتى ونفس الديزاين ونفس الشنفز الحواف والكلام ده. فالشاشه قدامك الكبيره اللي بتيجي الشاشه دي فيها كل التحكمات بتاعتك عادي، وممكن تتحكم في التكييف يدوي، وده جيد جدا جدا. كل منظومه التحكم في التكييف، حتى مدخل الهواء ومخرجه من بره ومن جوه، تعليه المروحه، التوطيه، الكلام ده، تعليه درجه الحراره، ومديك برضه نفس الاوبشن جوه الشاشه. العربيه فيها كاميرات 360، العربيه فيها فتحه سقف، العربيه فيها طبعا المالتي فانكشن زي ما قلنا، انظمه الامان ومساعده السائق متميزه جدا في العربيه دي. العربيه فيها كل حاجه ممكن تهمك، اوتو هولد، الفرامل وفرامل كهربائيه. منظومه الباكج الاوبشن في العربيه دي جيده جدا. حتى الساوند سيستم كان حلو قوي، غريب على الفئه دي، البيز والتريبل والتوازن ما بينهم والبالانس وبتاع. فدي برضو كانت حته حلوه. فرش جلد العربيه كلها وفرش جلد من النابه، ويعني الموضوع الصراحه كان متميز قوي يعني. لما نيجي نتكلم عن حاجات بتهم الناس في الفئه دي كمان، هنتكلم عن اداء التكييف. اداء التكييف كويس، اداء التكييف جيد. هتفضل يا جماعه التكييفات الصينيه ليست ثلاجه، مش الياباني، ولكنها مش الاوروبي. يعني في عربيه زي اللي انا بكلمك عليه دي، في حاله زي دي، لا، في تكييفات صيني وحشه الصراحه في عربيات انا جربتها قبل كده. لكن في حاله زي العربيه اللي انا بكلمك عليها دي، اداء التكييف جيد جدا. في الاول هتحتاج تعليه في درجات الحراره العاليه قوي، بعد كده ممكن تنزل لنص المروحه او اقل، وهتلاقي الموضوع ممتع ومستوى التبريد جوه العربيه ممتاز جدا جدا، وواصل ورا كمان. ويمكن حتى ما فيش فتحات تكييف، لكن لما سالت ناس قبل كده قاعدين ورا قالوا لي لا، التكييف جيد قوي. وحد كان قاعد ورا الكرسي ده على طول قال لي وطي سنه لما كنت معليه على الاخر يعني. فتوزيعه التكييف تعتبر جيده في العربيه. عندك فتحه السقف، عندك الكلام زي ما اتكلمنا، عندك طريقتين لفتح الشنطه من الريموت، والشنطه بتفتح، المساعد بتاعها بيترفع للاخر كانها شنطه كهرباء كده، هي مش كهربائيه، او ضغطه زرار قدامك، والحياه لطيفه جدا وتلاقي الموضوع جوه كويس يعني. عندك شنطه كمان 17 تو تون. فباكج الاوبشن اللي هنا مش موجوده في عربيه قبل كده. كاميرات 360 زي ما بقول لك كده، الكلام ده مش هتلاقيه يعني. مستوى عفشه العربيه جيد جدا، عفشه متزنه وبرده غريبه على الفئه. عفشه العربيه كويسه قوي قوي قوي. مستوى عزل العربيه، وان كان لو قارناه باعلى منه يعتبر متوسط، ولكنه في الفئه جيد جدا، وده راجع لخامات العربيه كويسه قوي. السوفت تاتش في العربيه دي كتير، وده كان شيء مذهل بالنسبه لي الصراحه. حتى لما شفتها في الامارات انا علقت على ده. مستوى الخامات والجلد والجلد حتى اللي موجود هنا، ومزج ما بين البيانو بلاك اللي مدي على شكل الكربون فايبر والبيانو بلاك الحقيقي اللي في منتصف الكونسول، والجلد اللي محوط العربيه كلها، حتى الابواب الخلفيه، وحتى الجلد في التغليف في الجزء العلوي من الباب. لا، مستوى الخامات ده عمل للمقصوره مستوى عزل مش موجود في الفئه دي. لكن لما نطلع فوق فعند المليون ونص وفوق الكلام ده قد يكون متوسط. تمام، فعزل العربيه جيد جدا، يعتبر جيد جدا جدا على الفئه دي، ويمكن تلك هي الافضل لحد مليون 100 مثلا في حته العزل دي، مقارنه بما يقارن به. طيب، ايه بقى العيوب اللي قابلتنا وايه النواقص اللي كنا نتمنى انها تكون موجوده؟ انا هناك في الامارات شفت العربيه دي بتنزل بكرسي كهربائي للسواق. معلش انا طماع، كنت اتمنى ده يعني. معلش يعني، انا عارف انك عايز توفر، وعارف انك انت هنا بتدفع 67%، هو ما بيدفعهاش، بس انا كنت اتمنى ده. ما قابلتش عيب جوهري اقدر امسكه غير انك انت لو بتحب العربيات السيدان وعايز انطلاقه، لا، هو موتور متواضع، هو موتور بسيط، اداء ام جي 5 كده يعني، عشان نبقى بنتكلم بصراحه يعني. واداء الام جي 5 مش وحش خالص،
ارتفاع العربيه عن الارض والجراوند كليرنس يمكن يميزها عن الام جي 5. العربيه دي اعلى عن الارض من الام جي 5، فالعربيه تعتبر متميزه. المساحات في بايك يو 5 بلس جيده جدا، كمان تصلح العربيه دي عائليه، ومستوى الجلوس الخلفي مقبول جدا للاجسام العاديه والمعقوله، وحتى الاجسام العريضه شويه تنفع تجلس بشكل جيد. والكرسي كمان بتاع السواق تعتبره من فئه تانية لانه محوطك كده، والجلد اللي فيه علشان نابه جلد كويس في الشمس ما بيبقاش لسواع زي ما بيقولوا الكلام ده. فالعربيه دي المساحات فيها جيده جدا، والليج روم مقبوله قوي، والكراسي راجعه على الوضع الكويس اللي يريح اللي قاعد قدام، والهيد روم كمان تعتبر مقبول. لكن الاطوال الزياده قوي مش هتبقى مبسوط، وفوق ال 180 وكمان ممكن يقعد في المنتصف طفل صغير. مساحات التخزين كمان كويسه، ودي تعتبر شنطه مميزه في الفئه لانها 430 لتر على سيدان، وانا بشوف ده نموذجي في عربيه اقتصاديه. انت مش هتلاقي الكلام ده في بعد الكروس اوفر في الفئه دي. الشنطه 300 لتر 380 ودي كروس اوفر، ومعظم السيدان الشنطه مش قويه قوي، لكن 430 لتر ده رقم كويس، وشنطه عرضيه جيده تصلح لاسره فعلا. فالمساحات في العربيه دي تعتبر جيد، لكن شكلها كمان وتصميمها، الليد بار والشكل الامامي الجيد اللي بعض الناس شبهته بعربيات كتيره سيرات ومش عارف ايه بتاع، والشكل الخلفي الليد بار برضه ده مش موجود في الفئه دي. عمرك ما هتمشي بعربيه وتلاقي ليد بار في الخلف طويل وشكل لذيذ كده وحلو وبتاع، الكلام ده مش موجود في الفئه دي. الاضاءات طبعا كلها ليد. انا ما لقيتش عيب في العربيه جوهري حتى الان غير شيء واحد، ان العربيه دي لما راحت الموزعين ودائما وابدا استغلال اعجاب الناس بحاجه نزلت كويسه او مقبوله. 100 و150 الف جنيه اوفر برايس، انت تعتقد مين هيشتريها منك يعني؟ نتمنى ان التوكيل يوفرها ريتيل وللحاجزين ويسلم حاجزينه بنفسه، عارف ازمه الاستيراد وعارف ازمه دخول العربيات، لكن رجاء بجانب حصه الموزعين ادي عربيتك للكلاينت بتاعك او لعميلك مباشره افضل واكبر تسويق ليها. مش ان حد يجربها حتى وتعجبه او الكلام ده، هو عميلك اللي هيمشي بيها في الشارع واللي هيتكلم عنها، وهتتحول لعربيه شعبويه فعلا في فئه المفروض هي تكون شعبويه فيها. بايك يو 5 بلس بثمنها الاصلي عربيه متميزه وصفقه جيده، كنت بشرتكم بيها وفرحان ان انا جربتها وبنقل لكم التجربه دلوقتي. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في اول تجربه حصريه للاقتصاديه للاسف، وبنقول كلمه اقتصاديه دي على المبالغ الكبيره دي لان هذا هو الواقع الان. بايك يو 5 بلس. شكرا.